الزول في اللون سكينو حسن دا جنرلان شكي ضرون سدوت مزغار سدوت مزغار قنزومت مزغار كنزغام يضغط تص نطاو سيوين دي زوغاسنا كي نقورام ماشي كان يسكوسنا كي نقورام دي تيما وين تورام موشار اثمثنا مزيغني موشار ازوات فغانا فغان ثموثنا المالي فغانا ذوين لا سوفرانتي نسن كي وكني غادي ثموث ماشا ماشي ذاني سالن اشكو غطاس كي نتمو غادي شمت مساتكين ازواد روس الطورك ثيموران الناتو الامريكان الاوروب ياك بغا نشكم ديما نسن الشم ديما نسن دي تمثال تكي ازواد ذا شكيري هير النوير ديسك سينا كل نفجيا كيني بوساكير قلنا ننسى يون كار وكاديك الحين يون ياري كبارن قلنا دي ازواد حزب المؤتمر الوطني الازواد دينا وقراو اغلناو ان ازواد وكير ماس ابو بكر الانصاري نسايلين ذا نفجينو زلف لك مس ابو بكر مرحبا بكم أزول فلات. أبو بكر ينايد أغنيد وكن هاث دولا قرار دي اللي نسقسين استعراف تثلاثيك مسلاي أوغار دا نغمس استعراف وغاتا فرنسا سينا كني وثا وكني غادي يسفهم أوغار شكي ضرونا كا ذي المالي نكون يعني ثا مشاق فلات لنا وتنسم سيرا كني وثا هي نفرات ذي غاين كذا أبو بكر الأنصاري ايوا كن دي وينيكي غادي لين الثلاث ثعرف ابو بكر اذا هناك احداث كثيره جرت الساحه السياسيه في شمال مالي الازواد قبل ربما لكي يتسنى للجميع ان يدرك من هو ابو بكر الانصاري سوف اقدمك ولو بصفه وجيزه. ابو بكر الانصاري مؤسس حزب المؤتمر الوطني الأزوادي، ومن خلاله نسق مع العديد من الأحزاب ووسائل الإعلام لإيصال قضية أزواد إلى عواصم صنع القرار الغربي. هو كذلك مدير ناشر لموقع الساحل والصحراء المختص في قضايا منطقة الساحل والتمزغة أو ما يسمونها البعض المغرب الكبير. أبو بكر الأنصاري ولد عام 1970 في كاندام في ولاية تومبوكتو. عمل في جريدة الشرق الأوسط مكتب المغرب ماروك من 92 حتى 94، وكان عضو سابق في الجبهة الشعبية لتحرير الزواد. كما عمل مع عدة صحف ومواقع، خبير في شؤون مغاربية والساحل، وضيف للقنوات العربية في شؤون منطقة الساحل. وأكثر من هذا، أبو بكر الأنصاري كان عضو سابق بالكونغرس العالمي الأمازيغي. أبو بكر، هل صحيح ماذا قلت أو هناك بعض الأشياء تريد أن تضيفها؟ نعم نعم صحيح. إذا نأتي إلى الأسئلة. السؤال الأول: كيف يمكن توصيف المرحلة التي تمر بها مالي سياسيا وأمنيا حاليا؟ كما قلت في أكثر من مقابلة، مالي الآن تمر بمرحلة ما بعد الانتقال من الاستعمار الفرنسي إلى الإجرام الروسي، وحتى البعض يشبه هذه المرحلة بالاستحمار الروسي، لأن الفرق ما بين المستعمر الفرنسي وما بين الإجرام الروسي أن الفرنسيين كانوا يستعمرون المنطقة اقتصاديا، على الأقل كانوا يأخذون الذهب ويأخذون الثروات، ولكن في المقابل يقدمون دعما لمالي ويقدمون دعما لنظام اقتصادي غرب افريقي يستعمل عمله واحده هي عمله سيفا. وكانت هناك ايضا مدونه حاله مدنيه موحده لجميع غرب افريقيا سيدي او، بحيث ان الرقم الوطني لاي مواطن في هذه الدول موجود في قاعده بيانات الدول الاخرى. وكان حتى الجواز السفر الافريقي الموحد، جواز سفر منطقه غرب افريقيا كان جواز موحد، فقط يختلف انه الدوله ورقم الوطني للشخص. لكن عندما جاءت فرنسا هذا كله تغير، أصبحت هناك تأخذ الذهب المالي وتحاول أن تتفادى به العقوبات الغربية التي منعت عنها التحويلات المصرفية العالمية. وبالتالي كأن مالي الآن دول الساحل تستخدمها روسيا كدرع بشري بينها وبين الغرب. روسيا عندها مشكلة في عندها حرب في أوكرانيا، والغرب موحد ضدها وخاصة الاتحاد الأوروبي. ومن ضمن الدول الصقور في الاتحاد الأوروبي في دعم أوكرانيا هو فرنسا. وبالتالي جاءت روسيا إلى مستعمرات فرنسا الإفريقية، ومن ضمنها مالي والنيجر وبوركينا فاسو، ودعمت انقلابات عسكرية فيها.
ثم قامت هذه الأنظمة الانقلابية بطرد فرنسا وإلغاء جميع الاتفاقيات معها، وأصبحت روسيا تأخذ ذهب مالي وتستخدمه لزيادة احتياطاتها، لدرجة أنه كانت روسيا رقم 9 في احتياطي الذهب، وبعد احتلالها لمالي أصبحت هي رقم 4، يعني انتقلت من 9 إلى 4. وبالنسبة للنيجر، استحوذت روسيا على اليورانيوم النيجري، وأصبحت تحرم منه فرنسا الذي كانت تستخدم اليورانيوم في الطاقة الكهربائية التي يعتمد عليها جزء كبير من دول الاتحاد الأوروبي. أي أن فرنسا تريد أن تعاقب الدول التي تساند أوكرانيا بالاستيلاء على أفريقيا، وعندما تستولي على أفريقيا وتستخدم هذا ضد هذه. وبالتالي نحن الآن في حالة حرب باردة بين المعسكرين الشرقي والغربي، في حالة حرب بين المعسكرين الشرقي والغربي حول أفريقيا، وشعوب المنطقة هي الخاسر الأكبر فيها. وقد زاد الوضع سوءا عندما جاءت مرتزقة فاغنر إلى المنطقة، وقاموا بجرائم إبادة وعنصرية، لدرجة أنهم في قرية من القرى في منطقة زرح قرب ولاية تمبتكو قطعوا راعي بسيط يمشي ووضعوه على شكل علامة النازية. وبالتالي هذا نوع من الإجرام لم نرى له مثيلا في المنطقة. الإجرام الروسي كان وبالا على المنطقة، وكان وبالا على كل من صفق له. ولكن أبو بكر، هناك تدخل تركيا اللي هو عضو في الناتو. سؤالي: ما هو مستقبل الوجود الروسي في مالي، وكيف يمكن أن يتعامل الناتو مع الدعم تركيا اللي هي عضو في الناتو للسياسة الروسية في منطقة الساحل، وما ردة فعل الغرب والناتو على ذلك؟ طبعا تركيا مع بداية الربيع العربي رأى الناتو في تركيا دور مسلم سني موازي لإيران التي لا ترضى عنها كثير من الدول السنية. وبعد فترة التحمت بعض التيارات الإسلامية مع تركيا فيما يعرف بالربيع العربي، ولكن تركيا في مرحلة معينة شعرت بأن عندها شيك على بياض أنها تفعل ما تريد، لذلك دخلت في هذه اللعبة إلى جانب روسيا، فما كان من الغرب إلا أن بدأ يعاقبها تدريجيا. فعلى سبيل المثال، أكبر ملف يهم تركيا في منطقة إفريقيا هو الملف الليبي. كانت تركيا تسيطر على غرب ليبيا، ولكن بعد انضمامها إلى روسيا في منطقة الساحل أصبح الغرب يجردها من هذا الدور، حتى أن الآن التسوية في ليبيا تستهدف إقصاء تركيا من تلك اللعبة، لأن الغرب يريد نظام ليبي يطوق به روسيا في منطقة الساحل. وبالتالي يمكن القول بأن كثير من المكاسب التركية التي تحققت بعد 2012 ستتلاشى تدريجيا، لأن الغرب لا يتسامح مع الانضمام إلى روسيا في معركته في الساحل. السؤال الموالي: ما أبرز المتغيرات التي شهدها المشهد المالي خلال الأشهر الأخيرة أبو بكر؟ كما قلنا، مالي رفضت جميع الحلول الوسط. هي تريد حسم عسكري، تريد حسم من الروس ضد الأزواديين. وكما قلت لك، أن الحرب في منطقة الساحل أصبحت مرتبطة بالحرب في أوكرانيا، وبالتالي روسيا تريد أن تعاقب الدول الغربية، فرنسا خاصة، فرنسا والدول الأوروبية التي تدعم أوكرانيا، بالمجيء إلى مستعمراتها وطردها منها والاستيلاء على ثروات منطقة أفريقيا ولي الذراع الأوروبية، وهذا ما لا يقبله الأوروبيين. وكما قلت لك، إذا كانت تركيا الدولة المسلمة اللي في الناتو، عندما ذهبت مع روسيا تغير الأمر تماما، وأصبح الغرب يعاقبها تدريجيا، لدرجة كما قلنا أن الملف الليبي أصبح يخرج منها، لأن أمريكا لا تقبل المماطلة في هذا الموضوع. وحتى الجزائر الآن تجد نفسها بين المطرقة والسندان، هي لا تعرف الآن ترضي من أو تغضب من. الناتو يريدها أن تكون مع الحركات الأزوادية، وموسكو تريدها أن تكون مع مالي، وهي لا تعرف ترضي من ولا تزعل من. كل ما شي قال ابو بكر قال زير يا قاص شغل زاير ما تدون بالفغير ناطو نا تدون كذا نوسس دي قال خاطر تقيم كذا كذا المالي نا تروح هذاك ناطو يلينا ثمان ازواد ثان وكذا شي كيدينا. سؤال موالي ابو بكر: الى اي مدى تغير طبيعه التحديات الامنيه مقارنه بالسنوات الماضيه؟ كما قلنا في الماضي، كانت مالي عندما تحدث مشكلة بينها وبين الجبهات كانت تلجأ إلى الجزائر، والجزائر تنظر إلى مالي وأزواد مثل ما كانت سوريا تنظر إلى لبنان في عهد حافظ الأسد، يعني بمعنى لا أزواد مستقل ولا مالي مستقرة قادرة على الاعتماد على نفسها بدون الجزائر. وبالتالي استطاعت الجزائر خلال السنوات الماضية أن تمشي على هذه المعادلة، ولكن فجأة وجدت الجزائر لاعبين آخرين غيرها، وجدت تركيا وطائراتها، ووجدت الفاغنر، ووجدت غيرها،
فأصبحت الجزائر تبحث عن موطئ قدم. وعندما شعرت مالي أن لديها من القوة، من فائض القوة الروسي ومن فائض القوة التركي من المسيرات، أصبحت ترى نفسها غنية عن الجزائر، وبالتالي قطعت العلاقة مع الجزائر وأبعدت الجزائر عن ملفاتها الداخلية، وهو ما ردت عليه الجزائر بإعطاء الضوء الأخضر لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين التي تربط علاقات قوية بينها وبين الجزائر، الضوء الأخضر لكي يلحق بعض الهزائم بفاغنر، وهو ما جعل روسيا ترجع إلى الجزائر وتعرف أن الجزائر رقم صعب في هذه المعادلة، لأنه لا شيء يستطيع أن يتعامل مع حركة أنصار الإسلام والمسلمين سوى الجزائر. وبالتالي الجزائر الآن كانت لاعب وحيد وأصبحت يعني جزء من عدة لاعبين، وبالتالي ما كانت تستطيع أن تفعله قبل 2020 لم تعد تستطيع أن تفعله الآن. عندما تريد أن تقوم بشيء لابد أن تنظر ماذا تريد الروس وماذا يريد الأتراك وماذا يريد الناتو. كما يقولون المشوشة لا تعرف ترضي من أو تغضب من في هذه المعمعة. في رأيك أبو بكر ما جعل من الجزائر تفقد هذه الأولوية اللي كانت هي اللاعب الأول في المنطقة والآن أصبحت من بين اللاعبين؟ يعني هل الوضع الداخلي هو اللي خلاها تفقد هذه الأولوية في رأيك؟ دائما الأدوار ترتبط بمصالح القوى الكبرى. عندما دولة متوسطة الحجم، ولكن نظرا لسخط كثير من الدول العربية السنية على الدور الإيراني، قام الغرب باحتضان حزب أردوغان ومحاولة بديلا عن النفوذ الإيراني. ولكن عندما بدأت تركيا تدخل في حلف مع الروس تغير الموضوع وتغير الغرب. بالنسبة للجزائر، الجزائر الآن كانت لاعب وحيد عندما كانت المنطقة ليس فيها لاعبين آخرين. يعني عندما لم تكن روسيا موجودة كانت الجزائر تستطيع أن تضغط على الأزواديين وتطلب منهم إلقاء السلاح من أجل حفظ وجه مالي. ولكن بعد ما جاء الروس حاولت الجزائر أن تضع قدما مع الروس وقدما مع الأمريكيين، وهو ما لم يقبله منه الطرفين. وبالتالي حتى تحسين العلاقات بين مالي والجزائر كان بضغط الروسي، لأن روسيا تريد من الجزائر أن تضغط لها على جماعة نصرة الإسلام والمسلمين حتى يخف الضغط عن الهزائم ومقتل الفاغنر الذي يحدث كل يوم. بالتالي الجزائر فقدت أهميتها لأنها فاقدة للبوصلة، لا تعرف هي مع من. يعني لو حددت الجزائر بوصلتها إن كان مع الغرب أو مع الشرق، فربما الطرف الذي ستنحاز إليه سيحدد لها الدور الذي يرسمه لها. ولكن هي حاليا كأن الطرفين متوجسين منها. الروس يعرفون أنها لا تستطيع أن تغضب الأمريكيين من أجلهم، والأمريكيين أيضا يعرفون أنها تريد أن تحقق بعض الأمور لصالح الروس. وبالتالي كما فقد ثقة الطرفين ومن فقد ثقة الطرفين لا يستطيع أن يلعب دور في هذه المعمعة. السؤال الموالي: ما آثر التحولات في علاقات مالي الخارجية على أوضاعها الداخلية؟ كما قلنا، عندما كانت مالي في المحور الغربي وفي فرنسا مع فرنسا ومع الاتحاد غرب أفريقيا كانت أوضاعها لا بأس بها، على الأقل مشاكلها الداخلية تحل عن طريق دول الجوار. ولكن عندما خرجت من هذه المنظومة، أولا بعد ما خرجت من CEDEAO أصبح اقتصادها ضعيف. المساعدات التي كانت تأتيها من الدول الغربية ومن بعض الدول العربية الصديقة لفرنسا قطعت، والموارد أصلا معدومة. وبالتالي مالي الآن في أسوأ الأوضاع، يعني ذهبها تأخذه روسيا لكي تبتز به الغرب، والضرائب التي يدفع بها المواطن تدفع للمرتزقة. وبالتالي الشعب لا مرتبات، لا ميزانيات، لا مشاريع، لا كل الأموال التي تحصل تذهب للمرتزق الروسي. هل تعرف أن أبسط مرتزق روسي يعني راتبه أكثر من راتب قائد منطقة عسكرية؟ وبالتالي حتى الذي رتبته أقل من عريف يأخذ أكثر من قائد أركان الجيش المالي. وبالتالي هناك ضعف مالي. وبالتالي باماكو ليس فيها كهرباء، ليس فيها ماء، ليس فيها كل شيء، والشعب المالي الآن في أسوأ ظروفه بسبب الوجود الروسي. لو بقيت مالي مع فرنسا كما كانت لما وصلت إلى هذا الذي وصلته، ناهيك عن أن السياحة لم تعد هناك قائمة، ولم تعد هناك استثمارات، ولم تعد هناك مشاريع. كان في محاولات خليجية لإحياء بعض المشاريع الزراعية، ولكن بعد التدخل الروسي لم يعد هناك خليجي يجرؤ على أن يأتي ويستثمر في منطقة يعرف أن الناتو يواجه فيها الروس. وروسيا أيضا لا تستطيع أن تقنع أي دولة عربية بأنها تدخل في مالي. والآن الغرب يحاول أن يعيد ترتيب أوضاع المنطقة. التسوية في ليبيا الآن كما قلت لك، يريدون مثلا تمكين أهل الشرق اللي هم حفتر وجماعته الذي كانوا في عداء مع تركيا،
يريد الغرب تنصيبهم لكي يصنع نظام ليبي موالي له في المنطقة حتى يطوق به الروس الموجودين في كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو. بالتالي يعني مالي الآن هي الضائع في هذه اللعبة. الروس لم يقدموا لها شيئا والغرب فقدته، ويعني أصبحت فاقدة للبوصلة وتعيش يومها بيومها بدون تخطيط استراتيجي وبدون أي شيء. كيف تنعكس التطورات في مالي على أمن منطقة الساحل والدول الجوار؟ كما تعرف المنطقة مترابطة جغرافيا، وبالتالي ما يؤثر هنا يؤثر هنا. وقد قلت في إحدى مقابلات سابقة أن منطقة الساحل كمان يعيش في عمارة واحدة. أنت تعيش في عمارة مع كثير من الشقق، فلا تستطيع أن تهدم شقتك وتقول أنت حر في شقتك تهدمها كيفما تشاء. لا، أنت لست حر، لأنك إذا هدمت شقتك ستهدم الشقق الذي بجانبك وسينهار الطابق الذي فوقك والطابق الذي تحتك، وبالتالي هذا الكلام لم يعد مقبولا. هذه الورطة التي وجدت مالي نفسها فيها، جلبها للروس في منطقة ذات تأثير غربي، وأيضا العالم العربي الذي كان يقدم لها المساعدات أكثره موالي للغرب، أصبحت مالي في وضع لا تحسن عليه. اليوم مثلا جاء مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى مالي وطلب من مالي مجموعة من المطالب، أولها أن توضع خارطة طريق لانتخابات حرة ونزيهة، بمعنى كأن الاتحاد الأفريقي يقول للمجلس العسكري الذي جاء بالروس ارحل حتى تعيش أفريقيا بسلام. وأيضا وقف الحرب ووقف الهجمات التي تحصل على المدنيين، وأيضا إقامة علاقات متوازنة مع الجيران. بالتالي مالي الآن أصبحت محرجة مع أفريقيا كلها، يعني مجموعة الاقتصادية غرب أفريقيا ودول شمال أفريقيا ودول جنوب أفريقيا ودول وسط أفريقيا، الكل غير راضي على تحويل منطقة الساحل إلى حلبة صراع فيها بين الغرب والروس. وهذا كله جلبه النظام العسكري في مالي، الذي رأى أن الروس سيحسمونه المعركة عسكريا لصالحه ضد الأزواديين، وهو ما فشل. الآن روسيا الآن في سنة واحدة تكبدت من الخسائر ما لم تتكبده حتى في حربها في أفغانستان. وحتى السيناريوهات التي تعد الآن للمنطقة بسبب الوجود الروسي، نحن الآن مقبلين على منطقة على صراع. إذا لم تنسحب روسيا في الوقت المناسب فإننا على موعد مع حرب طويلة الأمد على غرار الحرب الأفغانية، والجميع يعرف ماذا فعلت أمريكا في أفغانستان، ومؤشرات ذلك بدأت تلوح في الأفق. بعد الحرب الأمريكية على إيران أصبح هناك دور باكستاني في المسرح الدولي، وكأن أمريكا تعد المسرح لكي تجعل باكستان تدخل إلى منطقة أفريقيا كحليف لها ضد الروس، لأن لباكستان دور في الحلف مع واشنطن ضد موسكو في الحرب الأفغانية، وهي التي قامت بدعم المجاهدين، وهي التي قامت بتبييض بعض الشخصيات التي كانت إرهابية وحولتها إلى شركاء للولايات المتحدة في أفغانستان، مثل قلب الدين حكمتيار وبرهان الدين رباني وغيرهم من القيادات الأفغانية. وبالتالي لا أستبعد أنه بعد دخول باكستان إلى جانب أمريكا سيعاد تأهيل نصرة الإسلام والمسلمين، كما أعيد تأهيل حركة طالبان وحكمة باكستان أو غيرها من الأمور، لأن الدول تنظر إلى مصالحها. من كان إرهابي بالأمس إذا أصبح اليوم جزء من تحقيق هدف سيتم تبييضه وغسيل سمعته إعلاميا حتى يتحول إلى صانع سلام ويصبح شريكا في السلام، وربما حتى ينال جائزة نوبل لأنه ساعدهم في الإطاحة بعدوهم الروس. عندي سؤال أبو بكر فيما يخص الجماعات المسلحة. ما موقع هذه الجماعات في المشهد الحالي، وهل تغيرت طبيعة المواجهة معها؟ جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أسسها إياد 2012 نكاية بالحركة الوطنية، عندما اجتمع الشباب وجاءهم إياد وطلب منهم أن ينصبوه رئيسا عليهم، فرفضوا بسبب تاريخه القديم أو حتى ما يسمونه بتاريخه الخياني. فعند ذلك قام وأسس حركة أنصار الدين واصطدمت مع الحركة الوطنية، وكان الهدف منها هو أن إعاقة المشروع الوطني الأزواري. ولكن اليوم بسبب الوجود الروسي غيرت المعادلات، فأصبحت نصرة الإسلام والمسلمين بقيادة إياد الغالي رقم صعب في المعادلة، لأنها هي من يقوم بالعبء الأكبر في مواجهة الروس. وبالتالي الشعب الأزواري الذي كان ينظر باستياء إلى إياد وتصرفاته أصبح الآن يعتبره بطلا قوميا، فأصبح لإياد الآن شعبية لأنه يتصدى للروس ولفاغنر ولغيرهم، ولا أحد يستطيع اليوم أن ينتقده بسبب دوره في التصدي للجيش الروسي. بمعنى أن الجيش الروسي وتدخل روسيا في المنطقة هو الذي غير قواعد اللعبة، وحول الجماعات الجهادية من جماعات منبوذة إلى جماعات أصبح الجميع ينظر لها بعين الاحترام لما تقوم به من دور بطولي في التصدي للعدوان الروسي. أبو بكر، كيف يمكن قراءة موقع مالي داخل الترتيبات الإقليمية الجديدة في غرب إفريقيا؟
كما قلت لك أنه مالي حاولت أن تأتي بالروس لكي تغير المعادلة، ولكن أصبحت هذه المعادلة انقلبت على مالي. لم تعد مالي قادرة على أن تقود المنطقة، بالعكس أصبحت مالي الآن رمزا للفشل. وبالتالي لا تستطيع مالي أن تمشي كما كانت أو كما خططت لها. بالتالي مالي بجلبها للروس أصبحت مشكلة لإفريقيا، أنها غيرت المعادلات وغيرت من كل شيء. وبالتالي مالي هي المسؤول عن تدهور الأوضاع الذي تعيشه المنطقة في إفريقيا. جلبها للروس وجلبها لفاغنر هو الذي تسبب في ما آلت إليه المنطقة من تدهور ومن أمور أخرى. أبو بكر، حسب رأيك أنت، يعني ما هي السيناريوهات الأكثر ترجيحا لمسار الأوضاع السياسية والأمنية في مالي خلال الفترة المقبلة؟ هما سيناريوهين: إما أن تتراجع مالي وروسيا وتعود الأمور إلى الاتفاقيات التي كانت عليها مثل اتفاقية الجزائر أو غيرها، وإما أن تواصل مالي والروس محاولة الحسم العسكري، وعندها سيكون للغرب كلام آخر وسيكون للناتو كلام آخر، وسيحولون المنطقة إلى صراع. وسنشهد ما حصل في الثمانينات عندما الغرب استعان ببعض المؤسسات الدينية من أجل خلق شيء يسمى الصحوة، وجعل الشباب يجاهدون ويذهبون للجهاد لمقاتلة الروس. وهذا احتمال قوي جدا إذا لم تتراجع روسيا ومالي، فإننا مقبلون على صراع طويل الأمد كالذي حصل في أفغانستان، وستستخدم فيها الأدوات التي استخدمت في أفغانستان كشحن الشباب بالمشاعر الدينية ودفعهم إلى الجهاد، ومجيء مقاتلين من دول مختلفة من قارات مختلفة لمقاتلة الروس في منطقة الساحل كما قاتلوها في أفغانستان. ولن يمنع هذا السيناريو إلا تراجع روسي أو مالي. وإذا تراجعت مالي وروسيا ربما سيتراجع هذا السيناريو، ولكن إذا استمرت مالي فهذا هو الذي سيحدث. أبو بكر، أريد أن أسمعك فيما يخص التنافس الجزائري المغربي على الوضع في مالي. كيف ينعكس هذا التنافس، وكيف تتعامل الرباط والجزائر مع الصراع الروسي الغربي في منطقة الساحل؟ من المسلم به أن المغرب جزء من المنظومة الغربية، يعني معناها أن المغرب سيكون حيث كان الغرب، حيث كانت الولايات المتحدة وفرنسا سيكون. أما بالنسبة للجزائر تحاول أن توازن، أن تضع قدما هنا وقدما هناك. وعندما ساءت العلاقة بين مالي والجزائر، كان أول شيء قامت به مالي هو سحب الاعتراف بجبهة البوليزاريو على أساس أن تغازل المنظومة الغربية وتحاول أن تحصل على دعم منها في قضيتها، ولكن بسبب الوجود الروسي هذه الإشارة لم يتقبلها الغرب. وبالنسبة للرباط وجودها في مالي لا يتعدى الوجود الاقتصادي، يعني استثمارات هنا وهناك، أمور مصرفية هنا وهناك، لكن أمنيا وعسكريا استبعد تماما أن تنخرط الرباط إلى جانب دول الساحل، وهي تعرف الموقف الغربي من هذا الصراع. أما بالنسبة للجزائر تريد أن تعطي انطباع للروس والأمريكيين أنها الفاعل الذي يجب الاعتماد عليه. أبو بكر، بقوا عندي سؤالين فقط. سؤال قبل الأخير، أريد أن أعرف كيف يؤثر الصراع الروسي الغربي على وضع الجاليات الإفريقية، وبالأخص جاليات تمازغة في الدول الغربية. أنت تعرف أن مواقف الدول الغربية من كل الملفات خارج حدودها يتوقف على مسألتين: إما مسائل أمنية على غرار أن يأتي منافس لدولة غربية في منطقة فبالتالي تضطر أن تأخذه، وإما معايير داخلية انتخابية. وبالتالي الأحزاب الغربية محتاجة إلى أصوات بعض الجاليات، ولذلك تتخذ المواقف من قضايا معينة. على سبيل المثال عندما تدخلت فرنسا لصالح مالي 2016، بعض الجاليات المغربية في فرنسا صوتت ضد هولاند في الانتخابات الرئاسية، وصوتت ضد حزبه في بعض الانتخابات البرلمانية. أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية الجاليات المتضررة من السياسة الروسية أو المتضررة من السياسة التركية الداعمة لها ربما ستتحالف مع بعض اللوبيات الأوكرانية المعادية لروسيا، أو بعض اللوبيات الأرمنية المعادية للأتراك، وتأتي نخبة في الكونغرس والبيت الأبيض وبعض المؤسسات مشبعة بالعداء لهاتين الدولتين لأسباب انتخابية أكثر منها لأسباب أمنية.
إذن عندي سؤال أخير فيما يخص نحن الأمازيغ. أنت من بلاد الطوارق وأنا من بلاد القبائل. عندي سؤال فيما يخص الرسالة التي تريدون أن توجهها للجالية الأمازيغية في المتجر وبالخصوص القبائل. كما تعرف القبائل لهم دور متميز في الدفاع عن القضية الأزوادية، وإن لم يكونوا في الواجهة بشكل كبير لأسباب هم يعرفونها في بعض مناطق أوروبا. أذكر قبل 3 سنوات عام 2023 أن القبائل في فرنسا عملوا مظاهرة كبرى لدعم القضية الأزوادية في وسط باريس، وشارك فيها الآلاف من القبائل وبعض الجاليات الطوارئية هناك. وبالتالي الجاليات الأمازيغية المؤمنة بقضاياها عليها أن تشارك في الانتخابات المقبلة وتقايض أصواتها بأصوات من يدعم قضاياها، بمعنى أن على القبائل سواء في الولايات المتحدة أو كندا أو أو أوروبا أن تتفاهم مع الأحزاب على أساس أنها تؤيد قضاياها مقابل الحصول على أصواتها. يعني مثلا دعم قضية أزواج مقابل الحصول على صوته في المنطقة الفلانية أو التصويت للمرشح الفلاني بهذا. وبالتالي سيعطون أهمية لقضاياهم في المنطقة، وسيكونون صعب في المعادلة، وسينظر إليهم حتى في بلدانهم على أنهم رقم صعب يجب الاستفادة منه. والدول الغربية كما تعرف أحزابها تفكر في مصالحها الانتخابية، وعندما يكون الصوت مقابل موقف سياسي معين يكون له تأثير، وتصبح تلك الجاليات تحظى بالمزيد من العناية داخل بلدانها بسبب نصرتها لقضاياها. أبو بكر، أود أن أشكرك على كل هذه الأجوبة والتفاصيل التي كلمتنا عنها فيما يخص ما يحدث حاليا في منطقة الأزواد بشمال المالي. عندك أي استضافة أخرى أو شيء تريد أن تقوله؟ الكلمة الأخيرة أبو بكر. بارك الله فيكم، وأشكر قناتكم التي سبق لها أن واكبت انتصارات القضية الأزوادية، وسبق لها أن دعمت القضية الأزوادية، وسبق لها أن استضافت الكثير من القادة الأزواديين والأمازيغ المتعاطفين مع القضية الأزوادية، وهذا شيء يقدر لها. هذا هو الإعلام الوطني الذي يدافع عن قضاياه، وهذا نموذج للإعلام الذي يؤمن بقضيته ويدافع عنها في الداخل والخارج. شكرا تنمير ثكيد نساتجنا انتدي ونتكيد اسمنا نكذ أبو بكر الأنصاري يغدي في كذا كير تحاوش كير فين يكيرون ذي أزواد ذي ويفان المالي كانوا دنيا دنتوحوا يا غدي ما مشى ما تنروح ونفكي كير التفاصيل جاكي بيضران نسيان ملي دود ما نظن أزواد نغ تمثال نظن يشبان المزغة أو نديني قيمة ثلويت.